السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة من وصفات البطاطا. طبعا زي ما احنا عارفين ان البطاطا كتيرة جدا في الاسواق الفترة دي ورخيصة جدا. بنحول طبعا البطاطا الرخيصة دي لوصفات جميلة جدا وصواني فاخرة كده تقدري كده تتشرفي بيها قدام اي حد. قدمنا مع بعض وصفات جميلة جدا للبطاطا، زي البطاطا بالكريمة وكمان البطاطا بالبشاميل، وعملنا كمان كرات البطاطا بالسمسم. كانت كلها وصفات جميلة جدا وناجحة. ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل وصفة جديدة من وصفات البطاطا، وهي البطاطا بالكاسترد. وكمان هنسهل على نفسنا كتير وهنعملها في الخلاط بأبسط الإمكانيات، وشوية إضافات كده هتخلي طعمها جميل جدا. يعني هتعملي كده أفخم صينية بطاطا ممكن تجربوها. تعالوا بينا نبدأ ونشوف هنحضر وصفة النهاردة ازاي. بس حابة أطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفيني بتمنى تشتركي معايا في القناة، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا. وطبعا ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. طبعا المكون الأساسي معانا وهو البطاطا. أنا معايا هنا كده 2 كيلو من البطاطا. طبعا الكمية اللي انت تفضليها. لما تيجي تعملي الوصفات بتاعة البطاطا اللي هي الصواني والحاجات دي، فيفضل ان تكون البطاطا بتاعتك اللي هي الحجم الوسط. يعني خليكي دايما كده عارفة ان البطاطا الكبيرة بتكون حلوة في الشوي، اما البطاطا اللي متوسطة الحجم هتنفع جدا في الوصفات دي. ابدأي كده اغسليها غسلة كويسة جدا من اي طين او رمل او اي حاجة غير مرغوب فيها، وبعد كده ابدأي قشريها. بنقشرها طبعا بقشرة البطاطس، بتكون كده تعرفي تتحكمي في سمك القشرة، مش بتخضر معاكي بطاطا كتير. بنقطعها بعد كده لشرايح رفيعة جدا علشان تستوي كويس معانا. هنقطعها جوليان بالشكل ده، وسمك البطاطا بتكون بالشكل ده علشان تستوي اسرع معانا. كل ما كانت سمك الشريحة بتاعة البطاطا صغيرة كل ما بتستوي بسرعة معاكي. في الحلة طبعا هبدأ اضيف كده كمية البطاطا بتاعتي، وهضيف معاها ربع كوباية بس من المية. ولا سكر ولا اي حاجة تانية ولا اي اضافات خالص، هي المية بس. بنرفعها على النار، على نار هادية طبعا، لحد ما تستوي معانا. هي بتقعد تقريبا على النار 10 دقايق بس مش اكتر. وده طبعا لان احنا مصغرين حجم البطاطا، فهي طبيعي ان هي تستوي معانا بسرعة. من وقت للتاني بتبداي تختبريها. اول ما بتلاقيها استوت معاكي بتبداي ترفعيها من على النار خلاص، وهي كده خلاص بتكون جاهزة معانا. الخطوة اللي بعد كده، ممكن لو عندك متوفر الهاند بلندر بتبدأي تشتغلي على طول في البطاطا بنفس الخطوات اللي هنعملها دلوقتي. اما لو ما فيش هاند بلندر فهنشتغل في الخلاط بالشكل ده. اول حاجة هضيف 4 كوبايات من اللبن. طبعا انا لسه معايا لبن هضيفه ولكن مش دلوقتي. مبدئيا هبدأ بإضافة 4 كوبايات بس من اللبن. ومعايا طبعا سكر حسب الرغبة. انا ضفت هنا كوباية من السكر. هنضيف عليها كمان معلقتين كبار من اللبن البودر، وده هيعزز طعم البطاطا جدا ويخلي طعمها حلو. معلقتين كبار من الكريم جانتيه، وبرضه هيخلي طعم البطاطا بتاعتنا جميلة جدا. بعد كده طبعا هنبدأ بإضافة الكاسترد. أنا هضيف هنا 4 معالق كبار من الكاسترد، المعلقة معايا كبيرة وهرمية. طبعا ممكن تستبدلي الكاسترد بالنشا، بس أنا حبيت الطعم أكتر بيكون بالكاسترد. بعد كده هبدأ أجيب البطاطا بتاعتي وهضيفها طبعا على كل المكونات الجميلة اللي احنا ضفناها في الخلاط دي أو في شفشق الخلاط. بحط كمية البطاطا بتاعتي كلها، وهبدأ ان انا اضرب الحاجات دي كلها في الخلاط. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا الكبة، ممكن تستخدموا الهاند بلندر. وفي الحالة دي هتحطي كل الاضافات بتاعتك على الحلة، في الحلة على البطاطا، وهتبدأي بالهاند بلندر تبدأي تخفقيها وتنعميها. وممكن الكبة برضو تقدري تعملي كل الحاجات دي في الكبة. البطاطا بتاعتي بعد ما عملتها في الخلاط بتكون بالشكل ده، قوامها تقيل جدا. جبت الحلة بتاعتي اللي كنت مسوية فيها البطاطا، غسلتها كويس وبدأت اضيف كل الخليط بتاعي فيها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين القوام بتاع البطاطا تقيل جدا. لسه بقى دلوقتي هنبدأ نضيف كمية اللبن الباقية. ال2 كيلو البطاطا اللي كانوا معايا استخدمت لهم كيلو ونص من اللبن. لو انت حابة تزودي اللبن اكتر من كده برضو مفيش اي مشاكل، ممكن تضيفي من كيلو ونص ل2 كيلو من الحليب. بعد كده هضيف الثلاث كوبايات من اللبن، يبقى انا كده ضفت كيلو ونص من اللبن. الكوبايه الثالثه اللي هضيفها دوبت فيها معلقتين كبار من الكاسترد، وهبدا ان انا اضيفها على المكونات بتاعتي. طبعا انا ضفت معلقتين من الكاسترد علشان انا زودت كميه اللبن. يعني انا كده خصصت لكل كوبايه من اللبن معلقه كبيره من الكاسترد. الخطوه اللي بعد كده بنرجعها تاني على النار مع التقليب المستمر. طبعا النار عندك بتكون متوسطه علشان البطاطا بتاعتنا ما تتلسعش او تتحرق بسرعه معانا. وتبداي تقلبي كده باستمرار لحد ما القوام بتاعنا يبدا ان هو يخف، وبعد كده يرجع يتقل تاني. يعني من سخونه النار بتبدا البطاطا تخف معانا تاني، القوام يخف وبعد كده بترجع تتقل. بعد كده هنضيف معلقه يعني نقطتين كده من الفانيليا السايله او البودر. لو هتضيفي فانيليا بودر ابدأي كده نص معلقه صغيره من الفانيليا ضيفيها. اما الفانيليا السايله ابدأي كده ضيفي نقطتين او 3.
بعد كده طبعا بما اني بحب جوزة الهند جدا وبحب اضيفها في اي وصفة من وصفات البطاطا، ففضلت ان انا اضيف 3 معالق كبار من جوزة الهند في البطاطا بتاعتنا، ومعاها نص معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي او معلقة كبيرة. وهنا بقى بتكون كل الاضافات الجميلة ديت في البطاطا، هتخلي البطاطا بتاعتك تكون في مكان تاني خالص. مش هتحسي ان انت بتاكلي بطاطا عادية، لا هتكون بطاطا كده اللهم بارك طعمها جميل قوي، اول مرة هتدوق الطعم ده. اول ما البطاطا بتاعتنا بتبدأ ان هي تطلع فقاعات بالشكل ده، خلاص هي كده بتكون استوت معانا. حضرت الصينية بتاعتي ودهنتها كده بمعلقة من السمنة البلدي او السمنة النباتي طبعا المتاح عندك. بعد كده بنبدأ نفضي الخليط بتاعنا، خليط البطاطا في الصينية بالشكل ده. هسويها طبعا علشان تبقى كلها متساوية كده وكلها متناسقة، ما يبقاش في مكان عالي ومكان مش عالي وكده، وابدأي ان انت تسويها كويس جدا. هبدأ بعد كده الف الصينية بقى برضو بتاعتي بالشكل ده علشان برضو تتساوى كويس. وبس كده. ضروري بقى في المرحلة دي ان انا اسيب البطاطا بتاعتي دي تبرد تماما. انا عايزة كده لما اجي احط ايدي على البطاطا تطلع نظيفة وما فيش فيها اي حاجة خالص، علشان نكمل بقية الخطوات بتاعتنا وتكون كده تمام معانا وكويسة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لما باجي احط ايدي على البطاطا كده بتبدأ ايدي تطلع نظيفة ما فيش فيها اي حاجة خالص. هو ده اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ندهن الوش بتاعها علشان طبعا تاخد اللون الاحمر الجميل اللي طبعا شفناه في اول الفيديو مع بعض. معايا معلقتين كبار من العسل الابيض وعليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي السايحة. وابدأي ادهني بقى كده بالفرشة بتاعتك وش البطاطا كلها. طبعا لو البطاطا بتاعتك لسه ما بردتش مش هتعرفي تعملي الخطوة دي خالص. لازم نتأكد ان وش البطاطا برد تماما علشان نعرف ندهنها كويس. طيب لو مش متاح عسل ابيض ممكن نستخدم معلقتين كبار من الشربات التقيل اللي هو شربات الحلويات. لو مش متاح خالص بقى ممكن تستخدمي السمنه البلدي بس. بس طبعا العسل او معروف ان العسل او الشربات التقيل هو اللي بيدي لون جميل جدا للبطاطا، وهي او اي حاجه طبعا بتحبي تحمري الوش بتاعها. دلوقتي طبعا بكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، بحطها في الرف الارضي اللي هو اول رف من تحت، بتقعد تقريبا 10 دقايق مجرد بس ان هي تاخد لون من تحت. وبعد كده بنفتح لها الشوايه تاخد اللون، وبعد كده خلاص بنخرجها. بعد كده طبعا ضروري ان انت تسيبيها لحد ما تبرد تماما قبل ما تقدميها، علشان طبعا لما تيجي تقطعيها ما تتهدرش منك ومش هتقطع كويس. لازم طبعا تكون متماسكه. ولكن انا علشان استعجلت وعلشان وقت التصوير والفيديو فضلت ان انا اقطعها بدري شويه، بس لو كانت فضلت شويه معايا اكتر كانت هتبقى القطعه متماسكه اكتر من كده. هي القطعه كانت متماسكه معايا شويه الى حد ما، ولكن لو كنت سبتها اكتر من كده كانت هتبقى متماسكه اكتر. في الوقت ده بقى اللهم بارك ريحه الصينيه دي كانت قلبة البيت كله. بجد الاولاد كانوا مفكرين ان انا بعمل حاجه مستحيله. كان فيه هجوم واقبال كتير جدا على المطبخ. بس اللهم بارك كانت صينيه بطاطا جميله جدا جدا. طبعا قطعتها خرط بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده بتقدموها بقى بألف هنا وعافيه. صينيه بطاطا فاخره جميله جدا جدا، تشرفك قدام اي حد. يعني البطاطا مش للشوي والسلق بس، البطاطا ممكن نعمل منها وصفات كتيره جدا. وان شاء الله لسه مستمره معاكم في تقديم وصفات جميله قوي للبطاطا، ان شاء الله تعجبكم جدا. بالنسبه لوصفات البطاطا اللي عملتها معاكم قبل كده ان شاء الله هسيب لكم مقاديرها في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان اللينكات بتاعه الفيديوهات بتاعتها. لو حبيتوا ترجعوا لاي وصفه من الوصفات دي هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف. طعمها كان في الوقت ده جميل جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وبس كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. لو وصلت بقى معايا لحد هنا في الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، بتمنى تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحط لايك للفيديو ده. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.